متوقع ايه الاهلي في كاس العالم للانديه؟ والله يا كابتن بص يعني انا متفق مع جعفر في جزئيه كبيره جدا من كلامه، بس برضه شايف ان النادي الاهلي يعني شخصيه اللعيبه وشخصيه النادي الاهلي تقدر ان هي تتخطى الظروف دي بمنتهى السهوله، لان هم اتحطوا فيها في مواقف كتير قبل كده. بس برضه اما تيجي تبص على اختيارات الراجل يعني برضه عنده مشكله. يعني انا النهارده البدائل حتى جعفر انت حضرتك بتساله بتقول له بيعمل روتيشن. الروتيشن ده بيتعمل في توقيتات معينه. النادي الاهلي عنده سكواد تقيل وفرقه محترمه يقدر ان هو يبدل زي ما هو عايز، لكن الفرقه الناس اللي بره لما بتيجي تحتاجها هل بتدي لك المردود والاداء اللي انت متوقعه؟ لا. ليه؟ لان انت خسرت جزء كبير جدا من اللعيبه. زاد النهارده انت اختياراتك احمد عبد القادر مش موجود، طب عبد القادر افضل ولا موديست؟ طب صلاح محسن افضل ولا موديست؟ ما الناس دي هتفيدك. فدي جزئيه مهمه. فالجزئيه دي هتفرق مع الفرقه بشكل كبير، لان انت النهارده الشحات لعيب كبير جدا، ويعني وجوده في الفرقه ليه تقل غير طبيعي، بس مش فايق الفتره الاخيره.